تفتكر لو في لعبة فيديو، لعبة شكلها بريء كيوت، تقدر في يوم من الأيام تخليك تختفي؟ القصة اللي احكيها النهاردة مش فيلم رعب ومش قصة خيالية، دي حاجة حصلت بجد. سنة 2022 مدينة صغيرة في بريطانيا، بيت عادي جدا، أم وأب وطفل عنده 12 سنة. الطفل كان هادي، بيحب اللعب، بيقعد بالساعات قدام الكمبيوتر، بيضحك وبيصرخ وبيتكلم مع أصحابه وبيخش وبيتكلم مع ناس من جميع أنحاء العالم. كانت روبلوكس هو العالم بتاعه. طبعا الأهل بيقولوا كويس إن هو في البيت مش في الشارع، هو في الشارع هيتعلم حاجات وحشة، لكن في البيت ده أمان، يعني على حسب علمهم. بس اللي كانوا فاكرينه أمان كان بداية الكابوس. في يوم الأم دخلت الأوضة عليه، لقت الكمبيوتر مفتوح واللعبة شغالة، وموجود على شاشة الكمبيوتر رسالة، ورسالة غريبة جدا. الرسالة كانت بتقول إحنا اخترناك. الواد ضحك وقال لها ده أكيد هزار، وقال لها دي أكيد جروبات بتعمل مقالب وكده، يعني أكيد ده مش حقيقي. الموضوع عدى عادي، بس اللي جاي ما كانش عادي خالص. من اليوم ده وبدأت الرسائل الغريبة تظهر، زي مثلا انت لسه واكل سندوتش جبنه، وهو فعلا كان لسه واكل سندوتش. اللمبه اللي في اوضتك نورت، وهو لسه كان قايدها من ثواني. طبعا الولد ابتدى يشك في حاجه غلط، يعني اكيد في حد مراقبه، فراح على طول حكى لابوه وامه. الاهل ابتدوا يستغربوا، ازاي حد يعرف التفاصيل دي، او لعبه عارفه التفاصيل دي، ومين اصلا اللي بيكتب الكلام ده؟ يعني التفاصيل مثلا كاني انا شايفك وبقول لك ايه اللي بيحصل معاك في الاوضه. الولد والام والاب ابتدوا يتوتروا، يعني مش عارفين يعملوا ايه. اللعبه بقت دايما تفتح لوحدها، كأن في حد في الاوضه يعني معاهم وغير مرئي، يعني مش شايفينه. في يوم من الايام وهو قاعد بيلعب، الكمبيوتر فتح الكاميرا من نفسه. الام دخلت لقت الولد مرعوب، وفي الشاشه صور سريعه لقطه، وكأن حد بيبص من جوه الكمبيوتر عليهم. انت متخيل المشهد؟ الاب حاول طبعا يهدي الموقف، ان موقف غريب جدا، وطبعا كان بيحاول يهديهم، يقول لهم مفيش حاجه، دي مجرد لعبه. لكن الولد بقى متاكد ان في حد بيراقبه، والام كذلك. وبعد ايام حصلت الكارثه. الام صحت الصبح، دخلت الاوضه بتاعه الطفل تطمن عليه زي كل يوم. السرير فاضي، الشباك مفتوح، الكمبيوتر شغال، وعلى الشاشه رساله جديده مكتوب عليها اللعبه ابتدت. الام طبعا صرخت، البيت كله اتقلب، الدنيا باظت خالص. الشرطه جت، فتشت المكان، فتشت الكمبيوتر بتاعه، ولقوا الولد كان عضو في جروب خاص على روبلوكس. الجروب ده مش جروب لعب، ده جروب مغلق، في ناس بتتواصل مع الأطفال بشكل مباشر. وبعد بحث طويل اكتشفوا ان في عشرات القضايا الشبيهة بالموضوع ده. أطفال اتعرفوا على جروبات خاصة من روبلوكس وبعدها اختفوا. روبلوكس مش مجرد لعبة، هي عالم كبير، ملايين الأطفال بيدخلوها يوميا. لكن العالم ده في ناس بتستغله عشان يوصلوا لأطفال، في ناس بتستغله عشان يسيطروا عليهم، وفي بعض الحالات الأطفال فيها بتختفي. الطفل ده لحد النهاردة مختفي، مفيش أي أثر، مفيش أي خبر. أحب أقول لكم اللي حصل معاه ممكن يحصل لحد تاني. لو عايز تعرف قصة تانية اللي فيها اللعبة وصلت لمرحلة ان هي تقدر تبعت صور من جوه البيت وتتحكم في كل حاجة حرفيا، استنوا في الفيديو اللي جاي، هينزل على القناة التانية قريب جدا.